ويكون تحديد سقف زمني هذا الأمر حتى نعذر أمام الله جل وعلا وأمام الناس. في حالة استجابة الحكومة الشيخ سعيد، يعني هذا يلزم نعم. جميع معتصمي الأنبار وسامراء ونينوى بهذه النتائج؟ يعني هذا سؤالي كان بالتحديد. والله أخي العزيز، نعم، الاستجابة إذا كانت على الأوراق كما وقع في اتفاقية أربيل، الحكومة وأربيل، فهذا ما ممكن أن يعبر علينا هذه المرة. الاستجابة لابد أن تكون عملية حقيقية، بأن نرى تغيير حقيقي ملموس على الواقع وعلى الأرض، وإلا فهذه لا تعتبر أصلا، لا تعد أصلا استجابة ولن نعترف بها نهائيا. طيب، أذهب إلى بيروت. سيد عزت الشابندر، ترحيب سيد المالك اليوم بتشكيل هذا الوفد التفاوضي، هل جاء بناء على استيفاء شروط المالكي اللي استبعد قبل أيام جزء من الأسماء، أم إنه قبل بالوفد كما هو؟ شكرا لك ولقناة الرشيد ولضيفك الكريم. في الحقيقة يعني هذا الترحيب هو نتيجة لحالة وطنية صنعها أهل الأنبار الوطنيين والشرفاء في الجمعة السابقة، حينما علا صوت الوطنيين الشجعان بأننا نريدها سلمية. هذا كان أمر مهم جدا لدى المالكي ولدى الحكومة بشكل عام، لأن هذا الجو اللي كان ملبد ومختلط هو ما كنا نخشاه وما كنا نحذر منه ويحذر منه الأخ المالكي. يعني الآن اقتنع السيد المالكي بأن التظاهرات هي وطنية بعد كل الأوصاف اللي تم وصفها بها؟ لا، اقتنع أن الصوت الأعلى استطاع أن يكون، الصوت الوطني استطاع أن يكون هو الأعلى، واستطاع أن يمسك بزمام المنصة ويوجه الناس للمطالبة بحقوقهم، حقوقهم المشروعة التي سلبت أو انتقص منها ليس بسبب متعمد، أو ليس كما يراد أن يقال أن الطائفية تقف وراء ذلك، وإنما هناك قصور، وهناك تقصير عام، وهناك نظام لم يستقر، وهناك دولة لم تبنى على أساس سليم، وكلنا نعاني من هذه التداعيات سواء كانت استراتيجية أو مرحلية. فحينما حصل هذا الفرز وبشكل واضح، أصبح ردة الفعل انعكست، في الحقيقة انعكس هذا الفرز على اطمئنان شديد لدى الحكومة بشكل عام ورئيس الحكومة بشكل خاص، وهو فعلا ينتظر هذه الساعة، وكلنا ننتظر هذه الساعة، وها قد حققها أخواننا الشجعان المدافعين عن الأنبار بشكل خاص. طيب استاذ عزت، انتم مطمئنون بشكل عام؟ انتم مطمئنون، وجاي احكي وياك على اعتبار يعني تمثل الجانب الحكومي كونك عضو فاعل في ائتلاف دولة القانون اللي زعمه رئيس الحكومة، مطمئنين لطبيعة التمثيل لهذا الوفد؟ يعني إن اتفقت الحكومة مع هذا الوفد المفاوض، مطمئنين للنتائج انه يمثل فعلا؟ لان انا اعرف انه الوفود صار لها 3 اشهر يعني رايحة جاية على رئيس وزراء، هذا الوفد بالتحديد مطمئنين لحجم تمثيله داخل ساحات الاعتصام؟ تعليق صغير أنه أمثل الحكومة، أنا ما أمثل الحكومة إطلاقا، تمثل وجهة نظر الحكومة ولا كذلك يعني حينما أقول ماذا ينتظر المالكي كي يعتقل القادة الأمنيين، هذا مو رأي حكومة. حينما حصلت تفجيرات بغداد، نعم أنا نائب حقيقة، نائب، ويهمني الشعب العراقي من شماله إلى جنوبه، لا تهمني الحكومة ولا أدافع عنها بالباطل إطلاقا مهما كان الثمن الذي ممكن أن أدفعه. فأريد أقول بس هاي حتى تنتهي، لأنه واضح صارت سبة تمثل الحكومة أو قريب من الحكومة، هي ليست صحيحة. أقول العبرة الآن بعد مو بالأسماء، يعني العبرة في ما تحمل هذه الأسماء
من مضمون تستطيع فيه أن تبسط الأمور بطريقة سليمة وتناقشها بطريقة علمية وقانونية مع جهة متخصصة اللي هي الحكومة، لأن هذا راح يسهل الطريق على أن نصل إلى النتائج الذي ترضي الجميع بوقت نستطيع أن نختصره ونوفر على أخوتنا في الأنبار الكثير من الجهد الذي بذل أو سيبذل أيضا لا سمح الله. هذا هو الأساس في الحقيقة. من تكون هذه الأسماء التي تحمل هذه الرؤية وتحمل هذه المضمون نحن نرحب بها ونتفاعل معها. طيب شيخ سعيد، ما هي عندكم تصور عن طبيعة الجهة اللي راح تفاوضوها؟ يعني طلباتكم راح ترفع إلى اللجنة السباعية، راح تقعدون إلى اللجنة الوزارية السباعية، لو راح تقعدون أيضا تشترطون أسماء محددة للتفاوض وياها؟ حياك الله أخي العزيز. كثير من الكلام اللي يتكلم به السيد الشهبندر ما سمعته بوضوح، لكن سؤال حضرتك اللي تكلم به عن طبيعة الأسماء التي ستأتي لمحافظة الأنبار، طبعا الشرط الأساسي والأولي هو أن تكون هذه اللجنة التي تأتي إلى محافظة الأنبار لتفاوض الساحات المنتفضة أن تكون مخولة رسميا. عفوا، يعني احنا دائما نسمع من اللجان اللي تكلم معهم مثل ما أجاب السيد الشهبندر الآن أنه أنا لا أمثل حكومة ولا أمثل وجهة نظري. هذا نقبله في التلفاز، طبعا وجهة نظر نختلف فيها ونأخذ ونعطي. أما إذا جاءت هذه اللجنة وجب أن تكون لجنة مفوضة رسميا وصاحبة قرار تتعامل معنا على أننا يعني جهة مخولة رسميا. أما أن تلعب على أمرين، على التشكيك فأمر خطر جدا هذا الموضوع، ثانيا على أنه وعود بلا نتائج أيضا أمر خطر، لأن حقيقة اليوم قرار التفاوض هو قرار لأجل أن نضع الكرة في ملعب الحكومة أن استجيبي، لأن هذه قد تكون الفرصة الأخيرة، لأن الشارع والناس يعني صبرها محدود، وبدأت الناس لفقدهم الثقة بالحكومة أنها ستستجيب. لكن حتى نعذر أمام الله جل وعلا ولا نلام، نمد اليد، لكن على الحكومة أن تمد يد الصلح الحقيقي والسلم الحقيقي، ليس بالكلام إنما واقعيا. نحن الذي فاجأنا، كنا اليوم كانت عندنا نية أن نذكر الأسماء أسماء اللجان، لكننا أحجمنا عنها. لماذا؟ لأننا لا نثق بالحكومة بعد الاغتيالات لعلماء أهل السنة في بغداد ولم نجد استنكار لها، بعد يعني الإعدامات التي حصلت لأبنائنا وإرسالهم كجائزة لشيوخ العشاء الذين ذهبوا إلى بغداد. حقيقة نحن نتوقع أن ترسل لنا الحكومة جائزة أخرى. اليوم اغتيالات ولا ندري، فحقيقة أحجمنا عن ذكر الأسماء أولا. ثانيا نحن كلنا صح أقدمنا إلى هذا الأمر، رحبنا به لأجل حلحلة الأمور وإنقاذ أبنائنا يعني الموجودين في السجون وفي الاعتقالات وأخواتنا هناك، وكذلك يعني إنقاذ البلد من حرب طائفية قادمة خطرة جدا على الجميع وعلى المنطقة. لكن نقول حقيقة نحن غير متفائلين بدءا، غير متفائلين، لأن الحكومة دائما كلما تقول نحن سلمية، والسلمية هي من أول يوم بدأنا هي وضحت للحكومة، لأنها لا تريد أن تتضح، لأن إعلامها كله كان هدفه تشويه صورة التظاهرات، بالذات قناة العراقية والفيحاء والأنوار. أما واقعيا نحن سلميون، ولو كانت عندنا نية قتال لما جئنا أصلا يعني إلى ساحات الاعتصام متظاهرين بهذا المكان. طيب سيد عزت الشهبندر، يعني كيف تقابلون أزمة الثقة هذه اللي موجودة؟ يعني لحد الآن أنا ما أعرف شلون أتصور الحوار شلون راح يبدي، وما زال الشيخ واضح كلام أنه هناك أزمة ثقة بالموضوع. أتمنى أن يسمعني الشيخ هذه المرة وليس الشيخ سعيد. تسمع الحوار؟ يسمع. أسمع الصوت. نعم أسمع الصوت. نعم. أنا لا أمثل الحكومة حينما أصرح وحينما أحاور، ولكن إذا كلفت أن أكون واحد من أعضاء الوفد وأذهب للأنبار سوف لن أذهب بدون صلاحيات على الإطلاق، مستحيل. فليطمئن الأخ سماحة الشيخ ومن معه من الأخوة إلى ذلك. وهذا مو رأيي بس، هذا رأي كل الأخوة اللي يحتملون أن يكونوا هم جزء من هذا الوفد. ممكن نتعرف على اسمائهم سيد عزت؟ والله
هو الجانب الأخوة في الرمادي اقترحوا بعض الأسماء ليست من المناسب أن تتداول الآن. ليش مثلا الشيخ سعيد خايف على أسمائهم من الحكومة؟ أنت مين خايف على الأسماء مال الحكومة؟ أنا خايف لأنه يجوز ما تصير بالوفد، مو خايف، وإنما حتى أكون دقيق لازم أكون دقيق. المقترحة من قبل معتصمي الأنبار لا يخشى عليهم من الحكومة. الأخوة اللي اقترحوا الأخ دكتور أستاذ فالح الفياض، دكتور طارق نجم، سماحة الشيخ الزهيري، يعني هذه الوجوه طيب. اللي رأوا أنها مقبولة وقادرة على أن تكون محاورة ويعني تحمل صلاحية في التنفيذ. أنا عجبني هذا الإصرار من سماحة الشيخ. أنا مسموع الآن؟ أسمعك واضح. أقول عجبني هذا الإصرار من سماحة الشيخ على أن تبقى سلمية، وأنا أؤيده أنها هي منذ البداية سلمية، ولذلك التعامل معها كان سلميا، ولكن أرجو أن لا نجانب الحقيقة. استغلت، الخلط حصل، الخطاب ارتبك وانتقل من حالة المطالبة بالحقوق من أجل تحقيقها إلى خطاب من نوع آخر لا يجعل من الحاكم قادر على أن يستمع الحقيقي من الحقوق والمقبول من الكلام. على كل حال أنا ملاحظتين على كلام الأخ الشيخ أتوقف عندهم. الأولى أن الحكومة تقتل علماء السنة في بغداد. أتمنى أن تتقي الله في هذا الموضوع. مو قاعد ألومك، أقول نحتاج إلى تقوى في هذا الموضوع، أنه نتحقق، لأنه أن تتهم جهة بالقتل يحتاج الكثير من الأدلة. لا يكفي أن تتوقع، يعني لا يكفي أن تستنتج على طريقة السياسيين. أنت عالم دين ورجل قومك ومناضل تطالب بالحقوق. أتمنى أن تنسجم أحكامك مع ما تحمل من فكر نير الوقفة الثانية ورسالة إسلامية وشرعية. الملاحظة الثانية، هذه الإشارة غير المريحة لوفد قدم إلى بغداد من السادة يمثلون عشائر الأنبار. يعني أنا كنت حاضر، أنت غايب، وأعتقد للحاضر الحجة وليس لسماحتك. أنا حاضر وأشهد بالله أنه كانوا شجعان، وفي اجتماعاتهم من رئيس الوزراء إلى أي مسؤول كانوا أبطال في الدفاع عن حقوق أهل الأنبار، ولم يسيئوا لأحد ولم يتهموا أحد على الإطلاق، بل قالوا أن كل الناس اللي تعتصم هم أهلنا وأخوتنا، وحذروا الحكومة أن لا تطيل الانتظار ويجب أن تستعجل التجاوب مع أهل الأنبار ومطالبهم. وأكبر فيهم أنه ما طلبوا أن تتحقق المطالب على أيديهم، لأنه هذه الوفود اللي رايحة وجاية اللي أنت أشرت إلها بطريقة أو آخر أغلبها تجي تطالب وتقول اعطيني حقق على ايدي لأذهب لأهل الأنبار وأسكتهم. إلا هؤلاء أنا رأيت فيهم من الشهامة اللي ما مروا على هذا الأمر، طلبوا من الحكومة أن تستجيب دون أن يقولوا استجيبوا من خلالنا أو على أيدينا كي نكون وكي لا نكون. ولذلك أتمنى على أخي الشيخ أن يحسن الظن بإخوانه، طيب، ولا يعتقد أن طريقا واحدا فقط أراده الله لتحقيق مطالب أهل الأنبار. خلينا نسأل الشيخ عن المطالب عديدة. باعتبار احنا سمعنا كثير من هناك المطالب. طرق عديدة أقول. تفضل. عفوا، هناك من يبقى في الحكومة ويقاتل من أجل مطالب أهل الأنبار. هناك من يجي وفدا غير رسميا، هناك من يعتصم، هناك من يحتج، هناك من يصوم. كلها احتجاجات مقبولة وكلها طرق مقبولة،
من أجل تحقيق هذه المطالب واضح. ويجب أن لا نسيء للآخر لأنه فريق سياسي آخر. أرجوك. طيب، سمعنا كثير الشيخ سعيد من مطالب، منها وصلت إلى حد تغيير النظام والغاء الدستور. تتوقع أنه الحكومة من ترسل وفد أو للأنبار، أو ممكن وفد الأنبار يجي لبغداد، ممكن أنه يجلس ويتفاوض على هكذا مطالب، أم المطالب سقفها أدنى بكثير من هذا اللي سمعناه في بعض الشعارات؟ عفوا أخي العزيز، ما أعرف شنو حظ السيد الشاه بندر. أنا حقيقة قطع الاتصال وعادوا الاتصال، فما سمعت غير اللي يتكلم عنه الإشارة غير المريحة نحو الوفد الذي ذهب إلى بغداد، هذا الذي سمعته، أما السابق لم أسمع منه شيء. سأجيب عن هذا ثم أجيب عن سؤالك الكريم. أنا لم أشر إشارة غير مريحة، عفوا، ولا تقولني ما لم أقل. أنا تكلمت عن هذا الوفد الذي ذهب إلى بغداد، رغم أنه ذهب متبرعا ولم يقل أنه يمثل ساحة الاعتصام، أراد حلحلة الأمور، ومع ذلك كانت جائزة هذا الوفد هي الاستجابة العملية بالإفراج عن أبنائنا في السجون، لكنهم جثث هامدة في اليوم الثاني، ويتبجح بها وزير الظلم لا وزير العدل بأنه أعدمهم وهو المسؤول عنهم. نسأل الله جل وعلا أن يكون جزاءه هو في النار بإذن الله تعالى إذا كان يقصد إعدام شباب أبرياء لأنهم سنة يعدمون. هذا الأمر نحن لا نتهم به لأن الواقع يتكلم هذا الأمر يقول به. أما تكلم السيد، فنحن لم نأتي إلى شيوخ العشائر الذين ذهبوا، فهم لهم رأيهم وهم لهم وجهة نظرهم نحترمها، لكن تكلم عن حقوق الأنبار. نحن لم نخرج لأجل حقوق الأنبار، نحن خرجنا لأجل حقوق العراقيين أولا. ثانيا الأهم من هذا حقوق أهل السنة التي ضاعت وديست لأنهم سنة في العراق. هم مشنا أقصينا. عندي كتاب كامل عن نسبة أهل السنة وتمثيلهم في الوزارات. أصلا نسبتنا في العراق ضاعت. نحن كم لا يسمح لنا بقول أنت أغلبية وأنا أقلية، هل أنا جالية؟ قل لي أنا نسبتي كم بالتوازن الحقيقي؟ اغتصاب المساجد، اغتيال العلماء أهل السنة، التهجير القسري من السيدية وأبو غريب والتاجي والطارمية، الاعتقالات العشوائية. بالله عليك، هذا جدار الفصل العنصري الذي لم يحدث إلا في إسرائيل، علامة على مناطق الكرخ دون الرصافة. لماذا؟ لأنهم سنة يسجنون ولهم بوابة واحدة متى يخرج. نحن خرجنا لأجل استعادة الهوية واسترداد حقوق أهل السنة في العراق، ونحن نظن أنه حقنا ولا يمنعنا أحد منه، أنه جزء من هذا البلد لا يتجزأ. نحن لا نلغي الآخر بل نحترمه، وعليه الآخر أن لا يلغينا ويحترمنا. أما أن نداس نحن فقط، سياسيون يعتقلون، ملفات فاسدة فقط عليهم الملفات، فقط عليهم المحاكم، فقط عليهم الإعدامات، وكلنا قضايا إرهاب، يعني مصيبة الذي يجري في البلد. طيب. الحكومة اليوم تتعامل بالازدواجية. عفوا أضرب لك قصة بسيطة لأجل أن تظهر الفكرة واضحة. الحكومة تعمل معنا بمكيالين، تكيل معنا بمكيالين. يقال أن صياد، وذكره شيخنا الخريجي في يوم الجمعة، صياد خرج ليصطاد فيرفع سهمه واصطاد طائرين وضعهما في القفص، فحمل سهمه وقوسه ليضرب الطائر الثالث، فأتى تراب بالهواء، ذرات التراب فوقعت في عينيه فدمعت عينه. فالطيرين في القفص، قال أحدهما الآخر، قال انظر إلى عينيه دمعت، بكى. لماذا؟ لأنه تأثر على أنه ضربنا. فقال الطائر لأخيه الطائر الآخر، قال لا تنظر إلى عينه، وانظر إلى يديه ماذا تحمل وماذا تفعل. نحن اليوم نرى الحكومة تبكي على السلم الوطني والتعايش السلمي والأخوة في الوطن الواحد. الفكرة واضحة شيخ سعيد. خليني أسأل، شنو الوفد المفاوض اللي سيكلف من الحكومة، كيف بإمكانه وهل سيخول بإرضاء السنة اللي يتحدث عنهم الشيخ سعد عزت؟ لكن أريد الإجابة منك بعد الفاصل. حبيبي، تدري اليوم شنو؟ اليوم 20/4،
يعني اليوم التصويت على مجلس المحافظات. اعرف، فضيها. يا حبيبي مو اليوم انا اريد اطلع احلى وحده، اريد اطلع مثل الفنجز. يا لو راح البس البسي فيلجنز. قضيتك. تعال تعال تعال. انت مو تعرف ممنوع الاعلانات قبل الانتخابات بيوم، واليوم انتخابات، وفوق هذا كله انت جايب لك صور لزق. الزقك براشدي هسه. السلام عليكم. اهلا ابو سوس. اهلا ابو دوش، شلونك حبيبي؟ الله يخليك. تدري اليوم 20/4 موعد تصويت على مجالس المحافظات، وجينا انا والفيلجن، اقصد انا والمرأة على مود ننتخب. انتم هم تنتخبون ويانا؟ لا، احنا قبلكم ب7 ايام، يوم 13/4. حلو. اسمعي، هسه تكتبين رساله لابويا على مود يجي ينتخب. ما تكتبها انت، ايش بيك؟ مو خط بالموبايل مو حلو. مدينتي تنتخب. صوت. أهلا بكم من جديد. أستاذ عزت، أرجو أن تكون قد استمعت بوضوح للشمولية اللي تكلم عنها الشيخ حول مطالب المتظاهرين والظلم كما أسماه اللي أشار إلى اللي أهل السنة بالعراق بسبب أداء الحكومة والمثل اللي ضربه. أنا سؤالي، هل سيخول الوفد الذي سيذهب إلى الأنبار للتفاوض مع المتظاهرين بصلاحيات ممكن ترضي المعتصمين وترضي وتجريح ما يسمى الشيخ ظلم أهل السنة هناك؟ طبعا أتفق وأختلف مع الأخ الشيخ. أتفق أن هناك ظلم، وهذا الظلم وتقصير وقصور وتعسف موجود يقع على رؤوس المواطنين، وقد يكون في المنطقة الغربية أكثر منه في المنطقة الجنوبية. أتفق معه، ولكن أختلف بأن الباعث هو طائفي. يعني أختلف بالمطلق، وأتمنى أن لا يستعمل هذا الموضوع لا بالإشارة ولا بالإمارة بصراحة، لأن هذا هو الذي يدمر بنية المجتمع العراقي. أنا أتمنى أن نقترب من بعض أكثر حتى نكتشف بقوة وبصفاء وبشفافية أن هذا الباعث وهذا الدافع الذي تتخيلونه هذا لا وجود له. وإذا كان الحديث عن المالكي، والله للمالكي في كثير من المواطن الثقة والتعويل والمحبة والعلاقة بسنة أكثر من شيعة في كثير من المواقف، وفي تجربته في الحكم من 1906 من 2006 إلى الآن. أنا قريب منه، وهذه ليست تهمة. والله لو كان طائفيا لما اقتربت منه، لا في الروح وفي الثقافة ولا في السلوك ولا في الأخلاق. إذا افترضنا السبب لحالة معينة وكان هذا السبب تشخيصنا إلا خاطئ، العلاج راح يكون خاطئ. يعني أنا حريص، وإذا تشوفني متحمس في هذه النقطة بالذات أنا مستعد أن أعترف وأقول هناك تقصير وهناك ظلم وهناك، ولكن لا يمكن أن أقبل أن يكون الدافع وراء كل ذلك هو دافع طائفي. ليش أيضا؟ ليش أنا ما أقبل؟ لأنه أنا أعرف أن الباعث مو طائفي. أنا مستعد أجتمع بأخي سعيد اللافي وأسرد له العديد من الأسباب الواقعية التي سيؤمن بها حتما لأنه منطقي. يعني هذا يفترض كلامك يفترض الباعث الطائفي غير موجود. عفوا سيد عزت، هذا كلامك يفترض أن ثواني تفضل. ثواني أخشى من تشخيص خاطئ للأسباب. مثل الطبيب لما يشخص، يجي يشوف المرض، يشوف أعراضه ويخطئ في تشخيص السبب، يصف دواء غلط يقتل المريض. طيب، فأنتوا إذا اعتقدتوا الآن أن ما يحصل من ظلم أو تقصير في الأنبار أو غيرها سبب طائفي، تخطئون في العلاج. طيب. ولن نصل إلى شيء، ويمكن تأخذون الغير عالم بالنهاية، وهذا ما نخشى منه. طيب أستاذ عزت، كثير الشيخ ركز على موضوع الضمانات
وقد تكون الضمانات تعالج هذا السبب واللي تقصده أنت، يعني هو علاج تشخيص الحالة. يعني إذا حصلوا جماعة على ضمانات من الوفد التفاوضي قد يكون التشخيص وإن كان غير دقيق قد يعالج الموضوع. شنو طبيعة الضمانات اللي ممكن تقدموها؟ شنو قصته؟ شوف، نحن سوف لا نسأل من نفاوض إذا تحققت هذه المطالب هل ستنهي الاعتصامات أو لا. ما راح تطالبون بانهاء الاعتصامات؟ هاي المسؤولية. لا، ما راح نحملهم مسؤولية بقائها، لأنه قد يكونوا غير قادرين على إنهاء الاعتصام. ولكن في المقابل نقبل أن نضع ضمانات على أنفسنا من أجل تحقيق هذه المطالب. الضمانات واضحة من خلال خطة العمل وخارطة الطريق للتنفيذ، هذه هي الضمانات. طيب، لا نقسم ولا نضع كفالة ولا هم يحزنون. هو يبين من خلال التفاوض ما هي خارطة الطريق التي سنتفق عليها لحل المشاكل، هو هذا الضمان. وأقول في المقابل إحنا نعرف مو كل الاعتصام بيدهم، لأن مو كل الساحة بيدهم، ولكن تلبيتنا للمطالب المشروعة ما مرهون أنه شقد يقدرون يوقفون هذا الاعتصام. ولكن نريد منهم شيئا واحدا، وهو إذا تحققت المطالب يجب أن يقفوا مع أهلهم وليس مع من يبقى بالشارع كي يعبث بالأمن. واضح. ويقتل الصفو والاستقرار والتماسك الاجتماعي. هذا ما نريده منهم. واضح. لا نريد أن يوقفوا الاعتصام. واضح. شيخ سعيد، لا نريد أن يعيدوا الجميع إلى بيوتهم. واضح. نريدهم أن يقفوا معنا. واضح. الجزء الأخير شيخ سعيد سمعته، خلينا نلخص لك الجزء الأول اللي يمكن كان الصوت مو واضح يمك. ركز الأستاذ عزت الشابندر على موضوع تشخيص الباعث والدافع. يعني اعترفوا اتفقوا وياك على وجود تقصير كبير، وجود ظلم لأهل السنة، لكن ما اتفقوا وياك على تشخيص السبب والدافع والباعث لهذا التقصير سبب طائفي. وقال المفاوضات إذا تبدي وفق هذه القناعة في العلاجات راح تكون خاطئة. قناعتك أنت بطبيعة الضمانات اللي قدمها السيد عزت الشابندر، خاصة وأنه لن يطلب منكم فض الاعتصامات، لكن طلب منكم أن تكونوا مع إخوانكم في حالة قناعتكم بما سيتحقق من المفاوضات. حياك الله أخي العزيز. ترى عفوا قطع أيضا الصوت إلى من ذكر سعيد اللافي، انقطع الصوت اتصال، وعيد اتصال إلى أن سمعت من عنده فقط التوصيف. لخصت لك بالتحديد. كان يتحدث عندما كان الصوت مقطوع عندك، كان يتحدث عن تشخيص يخشى من التشخيص الخاطئ هذا سمعته منه. بالضبط. أو هذا، وطلب منكم أنه ما مطلوب منكم أيضا تفضون الاعتصام، لكن يطلب منكم صوت مدافع مع إخوانكم وتشخيص. هذا واضح. بالضبط. تفضل. نعم. حياك الله أخي العزيز. وجهة نظره مقبولة، لكن أنا أحتاج أسأل بعض الأسئلة عفوا. يعني احنا حينما قال كلام دقيق هو أنه التوصيف، يعني إذا كان خطأ قد نكون نتائج خطأ. احنا قلنا يعني الطبيب حينما يشخص الحالة هو عند المريض قبل أن يشخص الحالة المريض يصف له ما به. فأنا احتاج أسأل السيد الشابندر أسئلة كثيرة، أريد يوصف لي هذا بأي خانة يبوبها. إذا يقول هو ليس طائفيا يعني كحكومة، أما كشعب وكشيعة هذا الأمر اليوم أثبتنا بأن احنا هذا بعيد تماما، نحن بعيدون تماما عنه كل البعد، لأن احنا لحمة واحدة بلد واحد. طيب. لكن الحكومة تتعامل معنا بها طائفية. الأسئلة التي تقول ما هو رده على الجيش، تعامل الجيش مع مناطق السنية الطائفي صرف بالاعتقال، بالسب، بسب الصحابة، سب عائشة رضي الله عنها، سب عمر رضي الله عنه. أما اسم أبو بكر فهذا يبتلي على عمره إذا كان. أما إذا كان مناطق سنية يشيلوا، ليش تبقون لحد الآن مناطق جنوب بغداد؟ أما داخل بغداد فنسأل الله أن يعينهم يعني على المصاب الذي هم فيه وعلى البلاء الذي يحل عليهم.
من اغتيالات وقتل، ويعيشون في دوامة رغم أن مناطقهم محاصرة بالكامل بالجدار الفصل العنصري. أسأل سؤال: لماذا الكرخ دون الرصافة؟ يعني تقول لي التوصيف يعني مو دافع طائفي من قبل الحكومة. أسأل أيضا سؤال: أين نسبتنا في الجيش؟ أين نسبتنا في الداخلية؟ القمة الداخلية من وزيرها اللي ما موجود أصلا وكالة إلى حتى التشايتشي ما تجد بها سني. هذا يخليني أنا أسأل وفق المعلومات المتوفرة عندي يعني كصحفي كإعلامي. تتحدث عن ملف التوازن بالتحديد. النقاط الأخرى يمكن يجاوبك عنها سيد عزت. ملف التوازن واحد من أهم الملفات اللي اشتغلت عليه اللجنة الخماسية اللي عضو بها السيد صالح المطلق، واللي باكر اجتماع مجلس الوزراء راح يناقشها. يعني هذا فيما يخص ملف التوازن. أما البقية خلي يجاوبنا عليها الأستاذ عزت شابندر. اسمح لي أكمل كلامي. كمل. الله يحفظك. أيضا السجون والتعذيب الذي يجري في السجون حصرا على أهل السنة وفردهم إفرادهم في السجون وعزلهم وتعذيبهم وإعدامات يعني ميدانية ويخرج بعدين فيه ربو بحالة اختناق، هو قتل نفسه. أخير بيان لهم غريب عجيب أنه بعض المعتقلين يلجأ إلى تعذيب نفسه ويقتل حتى يتهم الحكومة. أسأل سؤال: نحن خرجنا والله الحمد من أول يوم، خرجنا لا عبثا لا لصنع مشكلة في البلد هي ما موجودة، إنما خرجنا نريد دولة القانون، دولة الأوادم بين قوسين. احنا نريد نعيش بسلم أمان. أريد أعيش ما أعامل على أني سني أخاف أروح لبغداد. اليوم إذا اسمي أخاف أحط اسم معين، أستطيع ألبس عمامتي في بغداد البيضاء وأمشي بزودي وأقول أنا عايش في بغداد اللي هي عاصمة الرشيد وعاصمة العراقيين كلهم. احنا قلنا نريد نصلي في بغداد صلاة أبو حنيفة، جهز لنا الجيش والدنيا انقلبت على سافلها كأننا نريد غزو بغداد. طيب. وهذا يقول زحف وهذا يقول عندهم نية كذا. فنحن نقول نريد دولة القانون، لا شعارات، لا طيب. كلام معسول، نريده على الواقع. خلينا نستثمر كلام أخير أخي العزيز. تفضل. ممكن كلمة الأخيرة؟ يعني احنا نتكلم على التوازن. نحن في محافظة الأنبار إذا بنا نفاجئ أغلب كثير من المناصب الموكولة إلى الحدود وغيرها وقيادات الجيش موجودة هي ليست من أهل المحافظة. ونحن يعني نتعجب، يعني في مناطقنا لا يحق لنا أن نقود، فكيف بالله طيب. عليك تسمح لنا أن نكون لنا وجود في بغداد؟ طيب اسمح لي خلي أنتقل مباشرة إلى بيروت، يعني لأن حجز الأقمار الصناعية قريب أن ينتهي. سيد عزت، كيف هو جوابك؟ تعامل الجيش الطائفي، ترحيل السنة من بغداد، جدار العزل العنصري كما سماه، السجون، التعذيب وملف التوازن. أولا أحسنت قولا. ملف التوازن على نهايته إن شاء الله، وفي جلسة غد أو جلسة الأسبوع القادم لا تتأخر أكثر وتقر. عدم وجود توازن إلى أسباب موضوعية وليست طائفية. أن الأخوة في المنطقة الغربية قاطعوا الحكومة. يعني الشيعة بعد ثورة العشرين أفتى علمائهم بعدم المشاركة في الحكومة، ما شاركوا. فضل. بعدين قمنا نشوف كل وزارة بها 3% شيعة 5% شيعة. يابا من إيديكم، ترى ما كان مو الحكومة طائفية، أنتم قاطعتوا الحكومة. بالعكس صار هذا الموضوع من بداية 2003 كان هناك تعبئة وضخ طائفي وسياسي وصدامي لا تسمح لأهل المناطق السنية أن يشتركوا بالحكومة، بل من يشترك يقتل. ولذلك أحجم الأخوة من المشاركة، وهذا الإحجام فعلا سوى خلل في التوازن نحن بصدد تلافيه لا شك. هذا واحد. اثنين، هو قال صحيح ماكو فرق، أثبتنا أنه إحنا كشعب سنة وشيعة واحد، هو يتوجه للحكومة. ما هي الحكومة هي من هذا الشعب. يعني إذا أنت تؤمن أن الشيعة، شعب الشيعة شعب أخ لك وما يفرقنا شيء، ما هي الحكومة جابها الشعب. ولذلك أتمنى عليك أن تحسن الظن أكثر. أنا لا أستطيع أن أجزم لا يوجد جندي
يشتم أو يلعن أو يتصرف بشكل طائفي أو شرطي، لا أستطيع أن أجزم أنه لا يوجد ذلك، ولكن في المقابل يوجد الآخر. لو تريد أدليك على صفحات الإنترنت وتويتر وتشوف العدد الهائل من المعتصمين المشاركين في الاعتصام، وعلى صفحات الفيسبوك والتويتر طيب. والإنترنت أستاذ عزت، تشوف يعني اللعن والسب. اللي سماه هؤلاء لا يمثلون. أنا أريد أقول نعم، اللي سماه الشيخ جدار الفصل العنصري، اللي موجود أكثر من مرة كررها أثناء البرنامج، موجود في مناطق الكرخ، مناطق اللي غالبيتها يعني سكان سنة في بغداد. رغم هو إجراء أمني، لكن رغم هذا إذا تعتقد الحكومة أنه التفجيرات من داخل هاي المناطق ما نجح، ليش ما تشيلوه؟ هو أكيد إجراء أمني وليس طائفي. وأنا أسأل الأخ الشيخ سعيد اللافي، الحركات التي رفعت السلاح وأنت لست معها بوجه الحكومة وأوجدت تنظيمات وخلايا ومواقع، قل لي دولة سووها بالرمادي لو بالنجف؟ أكيد اختاروا المنطقة الجغرافية التي تناسبهم. فلما الاعتقالات وجدران الفصل اللي أنت تشوفها مركزة في مناطق دون مناطق أخرى، هي إجراء أمني، لأن الخطر يأتي من هذه الجهة لا يأتي من هذا الجهة. والخطر ما انتفى أستاذ عزت، وليس لأن هنا سنة وهناك شيعة. لا، الخطر ما انتفى، يعني الخطر موجود بوجود هذا الجدار. إذا أشيلوا أرضي مجموعة المعتصمين شنو المشكلة؟ وهنا السؤال. إذن الموضوع فني، أقبل تتناقش معي بهذه الطريقة، ممتاز. تقدر تقول لي أخي هاي الجدران إذا أسبابها أمنية ما تفيد، بدلوها، سووا طريقة أخرى للحقول دون وقوع الجريمة. هذا ممكن نناقشه، تقعد ويا مختصين عسكريين وأمنيين، ممكن يقولوا هذا الجدار شنو فوائده شنو مضاره أمنيا، لكن لا نعطي صفة ولون لهذا الجدار أنه سني أو شيعي. هذا هو الذي أخشى منه. طيب. ويجب أن نتخلى عنه ونبتعد، لأن وجوده ضرر لنا ولكم العراقيين جميعا. قبل ما تغادرني بسبب الانتهاء وقت الحجز، سيد عزت، ما هي الضمانات اللي ممكن تقدموها للوفد المفاوض؟ راح أعيد، الضمانات هي خارطة الطريق التي سنكتبها بأيدينا سوية مجتمعين متضامنين لتحقيق هذه المطالب. هذا هو الضمان، لا يوجد ضمان آخر في الحقيقة، يعني لا توجد كفالات ولا توجد عقود ولا توجد ما يشبه ذلك. الضمانة هي في خارطة الطريق وخطة العمل التي تحسب حتى زمنيا لتحقيق المطالب المشروعة حتما. سيد عزت الشابندر، لضيق الوقت والانتهاء وقت حجز الأقمار الصناعية، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة. خلي أختم هذا المحور وياك شيخ سعيد، ما هو تعليقك الأخير على ما تفضل به السيد عزت الشابندر؟ والله يا أخي حقيقة الجواب يعني يؤسف إذا كان الجواب هالشكل، أن الجدار العنصري أسبابه أمنية وليست طائفية. يعني أسألك بالله، هل هاي المناطق هي سبب خراب العراق؟ يعني مطوقة وليس لها باب واحد، وتفجيرات تحدث في أغلب مناطق العراق، يعني وراء هذه المناطق فقط يأتي يعني البقية سالمة مسلمة، يعني ليست فيها مشاكل ولم تحدث هناك معارك ولم تكن هناك ميليشيات. عجب. هذا أولا. ثانيا، بالله عليك، يعني إذا كان إزالة جدار يحتاج إلى مختصين عسكريين حتى ينظر في فوائده وسلبياته، وهو جدار يعني طائفي للنخاع. زين، أسألك بالله سؤال، كيف سأتفق وياه على قانون العفو العام؟ كيف أتفق وياه على قانون 4 إرهاب؟ كيف أتفق وياه على إعادة المرقدين الإمامين العسكريين إلى الوقف السني؟ كيف أتفق وياه على إعادة التوازن؟ خلينا بالجدار اللي قال عليه الأستاذ عزت إنه مسألة فنية ممكن نتناقش بيها أنا وياك، من راح نقعد سوا بالوفد. الأمور الأخرى اللي تخص مثلا قانون العفو العام والتوازن، يعني أنا أعرف بأنه الرجل الدكتور صالح المطلق وصلكم للتظاهرات وطردتوه، لكن نشاطه في بغداد في اللجنة الخماسية هو واحد من أهم الفاعلين بها، وباكر هو قاعد في جلسة مجلس الوزراء، حقق كثير. والسيد علي العلاق قال باكر الجلسة مخصصة
لدراسة مشاريع القوانين اللي راح تقدم للبرلمان اللي قدمتها اللجنة الخماسية، اللي من ضمنها إلغاء قانون 76 وإلغاء قانون 88 بخصوص العقارات المحجوزة أو المصادرة، موضوع العفو العام كان من ضمنها، وقانون المساءلة والعدالة من ضمنها، وملف التوازن تقريبا أنجز من ضمنها. رؤيتكم لهذا اجتماعات يوم غد في مجلس الوزراء؟ والله يا أخي احنا حقيقة اليوم الشعب مو غبي، الشعب ينظر ويفهم ويسمع ويرى. يعني عجيب 3 أشهر 3 أشهر ما جلست مجلس الوزراء وناقش مطالبنا وحقق تحقيق حقيقي. أما هاي اللجنة الخماسية السباعية لا تعنينا أبدا بشيء، يعني هاي تمثل نفسها لأننا لا نعرف عن شيء ولم نجد تغيير على الواقع نهائيا. أما أسأل سؤال، يعني لماذا بالذات يوم غد شيخ اسمح لي، إذا باكر مجلس الوزراء إذا مجلس الوزراء قعد واجتمع واتفق وأرسل مشاريع قوانين تلبي المطالب وأرسلها للبرلمان، شلون ما تخصكم؟ شلون؟ هو سؤالي، عفوا سؤالي، لماذا 3 أشهر ما يلتفت في المجلس؟ ليش عندما انسحب الصدريون وانسحبت الكتلة العراقية وانسحب الأكراد صارت الآن مطالبنا تنفذ وغالية ومحترمة ومهيبة؟ لا الشيخ يبدو أنه ما سمعت سؤالي زين، والضغوطات. ما سمعت سؤالي زين. اللجنة الخماسية شكلت اللجنة الخماسية اللي ترأسها السيد الجعفري وكانت بعضوية الدكتور صالح المطلق والشيخ خالد العطية، هاي اشتغلت غير اشتغلت شغل مو شغل اللجنة الوزارية برئاسة حسين الشهرستاني، الدكتور حسين الشهرستاني، اشتغلت شغل على التشريعات مو على التنفيذ. وصلت بالنهاية إلى هذه المشاريع قوانين راح يدرسها باكر مجلس الوزراء ويحولها إلى مجلس النواب. إذا باكر مجلس النواب أقر ملف التوازن وسوى تعديلات على قانون 4 إرهاب، على قانون الإرهاب عموما، وسوى تعديلات على قانون المساءلة والعدالة، وألغى قانون 88 وألغى قرار 76 قيادة عمليات الجيش، ما نعرف قيادة عمليات الجيش ومحكمة الساعة. هذه من المطالب، هذه كلها غير دستورية هذه أيضا وكذلك نعم أيضا من ضمن أعمال اللجنة الخماسية أيضا كانت هاي الأمور اللي ذكرتها. نعم تفضل. نعم، هي لو استجيب عمليا، لكن احنا هذه القوانين راح ترفع، هل هذه قوانين غيرت فيها تغيير حقيقي؟ نستغرب، يعني هل غيرت بلجان مختصة محايدة، أم هي مثل ما قضاء العراق الموجود مدحت محمود ومن معه قضاء يعني موجود على الورقة مختومة، مجرد فقط من هو الملف موجود، فقط يكتب الاسم والتهم موجودة بالجملة. يعني ونحن قلنا قبل فترة، يعني حتى لا نطيل على حضرتك، نحن وصلنا في الشارع بالذات يعني عند أهل السنة والعراقيين أجمع، يعني لكن احنا نتكلم لأننا لا يعني ليست لنا علاقة إلا بمن هو قريب منا. نتكلم واقعا نكون صادقين. حقيقة كل واحد منا يؤخذ ويعتقل، لن يخرج بريء أبدا، وسيكون الملف على الأقل إجرام قتل وسيكون قاتل، فكيف سيكون بريء أصلا؟ نحن نتهم سلسلة القضاء من رأسه إلى أدناه هو قضاء غير محايد منحاز، وأغلبه يعني يتعامل بغير حيادية ومهنية مع الشعب العراقي. نحن خرجنا حتى نختم الكلام معكم وحضرتكم المباركة الكريمة، نحن خرجنا حقا ننادي بحقوق أهل السنة، لكنها تخص تعم العراقيين جميعا من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب. واليوم أبناء الجنوب أيضا ولله الحمد صحوا وفهموا أن الموضوع يخصهم مثل ما يخصنا بالمساءلة والعدالة والاجتثاث، وكذلك بالحقوق المظلومية التي يعيشونها من تردي الخدمات وانعدام الأمن وانتشار المخدرات، وآخرها بيع قصر في البصرة. طيب شيخنا خليني أسألك سؤال أخير، لا ندري لمن. خليني أسألك سؤال أخير قبل ما تغادرني. هل سيكون واحد من مطالبكم مع الوفد التفاوضي اللي حترسله الحكومة هو إلغاء أوامر إلقاء القبض وفق المادة 4 إرهاب اللي يمكن شيخنا مطلوب على وحدة من العتب؟ والله يا أخي هذا لن نضعه. لماذا؟ لأنه احنا حقيقة نعتبر هاي أوامر إلقاء قبض وسام شرف لنا، أننا أهل وطنية ندافع عن قضيتنا وحقوقنا، ويشرفنا أن يبقى علينا ويرفع عن غيرنا، لأننا حقيقة وضعنا أمام أعيننا أن نهاية هذا المطاف هي رصاصة في الصدر، شهادة في سبيل الله من أجل هذه القضية، فلا نفكر أصلا بإلغائها. هم يلغونها أم يلغونها، هذا الأمر يخصهم.
لن نضعه أبدا بإذن الله تعالى. واضح. طبعا التفاوض والاجتماع راح يكون بالأنبار لو راح تجون لبغداد شيخ؟ حصرا بالأنبار. شكرا لك شيخ سعيد اللافي المتحدث الرسمي باسم اعتصامات الأنبار، شكرا لك على هذه المشاركة. آراء حول هذا الموضوع صدرت هذا اليوم. رئيس الوزراء نور المالكي: أنا مسرور بانتخاب المتظاهرين لأشخاص يمثلون أهلهم وينقلون مطالبهم، لقد استطعتم بمبادرتكم وحرصكم قبر الفتنة التي كاد البعض أن يشعلها لتحقيق مكاسب شخصية أو سياسية لا صلة لها بأهل المطالب الحقيقيين.